مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، تطلع معاكي تحفة جدا ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، وحاجة حلوة كده بعد الفطار. هنعمل منها بالسكر وبالسيرب، وهنعمل بالنوتيلا، وهنعمل كمان باللوتس. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة وطعمها جميل جدا جدا. قبل ما ابدا الفيديو بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله، نشوف هنبدا ازاي. واللي وصل معايا لحد هنا متنسونيش في اللايك، ويلا بينا نقول بسم الله ونشوف بقى مقدرنا البسيطه السهله. اول حاجه انا حطيت هنا ميه ضفتها على النار، ومعايا طبعا بوله هنزل فيها بكوبايتين من الميه الدافيه. بما ان الدنيا ساقعه نستعمل ميه دافيه، هتسرع معانا العجينه وهتخمر بسرعه. هنا حطيت كوبايتين ميه دافيه، معايا معلقه من الخميره، معلقه من السكر، معلقه لبن بودر. هي دي مقدرنا البسيطه السهله. هنا بقى هقلب كويس جدا. بعد كده هنزل هنا باربع كوبايات من الدقيق، احط عليهم معلقه من النشا، وكمان هنزل معلقه من دقيق السميد. طبعا دقيق السميد معلوش اي اضافات، دقيق عادي. وهنا بقى رشيت رشه من الملح، وهقلب بقى كويس جدا. وهنا المفروض ان انا هحط كوبايتين ونص من الميه. انا طبعا في الاول استعملت كوبايتين ومعايا نص كوبايه زي ما انتم شايفين. بنزل كده بحبه حبه من الميه، علشان احنا عايزين العجينه بتاعتنا تكون مظبوطه، ولا هي سايله ولا هي تقيله. هفضل بقى اضرب فيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا ضربت شويه بالمعلقه الخشب، وبعد كده شويه بايديا، وشويه كمان بالمضرب، علشان عايزاها العجينه تكون حلوه جدا معايا وتكون اتضربت كويس علشان ان شاء الله النتيجه. وهنا قفلت البوله بالاسترتش كده، وهغطيها بفوطه وهسيبها نص ساعه كده على جنب. كل ما هتخمر كل ما هتديكي نتيجه افضل. هنا بقى اسيبها على جنب، ويلا بينا هنا نعمل السيرب. معايا كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية. طبعا المية عادية خالص من الحنفية. كده حطيت كوباية ونص من المية، وهجيب كيس من الفانيليا، ومعايا بقى نص ليمونة كده. هاخد المية بتاعتها، وهحط معلقة كبيرة من عسل كلوكوز زي ما انتوا شايفين، وهسيبهم على النار لمدة 7 دقايق أو 8 دقايق بس. عقبال بقى كده ما العجينة تكون خمرت كده زي ما انتوا شايفين، هيكون السيرب خلص وكمان برد شوية. هنا اللهم بارك ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي؟ خمرت ما شاء الله، يعني بجد بجد قعدت نص ساعة بس ما شاء الله ملت البولة زي ما انتوا شايفين. وهنا اضربيها ضربة جامدة، لازم نطلع الهواء منها علشان لو حطيناها على النار هتفرقع ومش هتبقى حلوة معانا، وهتطلع بأشكال كده فضائية مش هتكون حلوة خالص. هنا انا حطيت طبعا كده حبة في الكيس، ومعايا المقص كده بعوصه من الزيت كده، وبنزل على طول كده العجينة زي ما انتوا شايفين. انا هنا عملت شوية بالكيس، وهعمل شوية معاكم بالمعلقة، بس بصراحة أنا ارتحت للمعلقة أحلى، لأني بصراحة المعلقة يعتبر يعني منجزة قوامك، وفي نفس الوقت بتطلعها حلوة. ممكن تطلع في البداية كده أول واحدة منك مش حلوة، وممكن تطلع معاكي حلوة. فاحنا بنعمل واتكل على الله، وإن شاء الله هتطلع معانا حلوة بإذن الله. بعمل شوية كده وبديها بقى تقلبتين كده، وبعد كده بصفي واشيلها، لأن احنا لسه طبعا هنسيبها كده مرحلة تانية بس تبرد معانا خالص علشان ناخدها بقى المرحلة التانية. وهنا بعد ما بردت كده نزلت بجزء كده منها، وهنقلب بقى على طول علشان تبقى لونها كلها واحد زي ما انتوا شايفين. هي بتبقى خفيفة خالص، فيها ناحية بيضة وناحية احمرت، فانت حاولي ان انت تقلبي كده، حاولي ان انت تقلبي فيها علشان تبقى كلها لون واحد زي ما انتوا هتشوفوا معايا. انا هنا اللي اتحمر بحاول ان انا اطلعه، اصفيه طبعا كده وبطلعه. اوامك عملنا حاجة حلوة لولادنا. ممكن كوبايتين دقيق بس يعملوا معاكي طبقين حلوين جدا. لو انت شايفة الكمية اللي انا عاملاها اللهم بارك كتير،
اعملي كوبايتين بس هيعملوا لك طبقين حلوين جدا جدا. شايفين ما شاء الله شكلها؟ عملناها قوام قوامك، بجد طعمها حلو جدا جدا. طبعا لازم بعد الفطور اي حاجه حلوه تدخل جسمك، لان طول النهار صيام ومفيش سكريات دخلت الجسم. فاعملي لك طبق كده ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا جدا، بجد طعمه تحفه. انا عايزه اقول لكم لو قعدت معاكي لتاني يوم بأمانة هتلاقيها مقرمشة وجميلة جدا جدا. معلقة دقيق السميد اللي احنا حطيناها دي هتخليها معاكي يوم واتنين مقرمشة، هتكون من بره مقرمشة من جوه طرية، بجد طعمها تحفة جدا اللهم بارك ما شاء الله. وهي اصلا من الحاجات الجميلة اللي ما ينفعش ان هي يتفضل منها. لو عندك ضيوف هتنفعك جدا جدا، بجد هتعجبهم جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. مفيش حد بياكلها الا لما بتعجبه جدا جدا. وطبعا ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.